مرحبا مرحبا، يا مساء الخير على كل اللي رح يشوف فيديو اليوم. الوصفة كتير سهلة وبسيطة ومتأكدة انكم رح تعتمدوها دائما. طبعا هون هيك حبيت اعمل بس هيك شوية حركات، يعني مش اكتر الصراحة. اول شغلة بهاي الوصفة رح احتاج حبة بتنجان واحدة كبيرة، او انكم بتقدروا انكم تزودوا الكمية بس تزودوا باقي المكونات اللي رح احكي لكم عليها. حبة بتنجانة واحدة زي ما قلت لكم، رح اضل اعمل هيك فيها بالشوكة زي ما انتو شايفين. راح احتاج كمان 2 شطة او 2 فلفل احمر زي ما انتو شايفين. بدي اياه يكون نار الصراحة، ولونه كتير 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 حلو، وطبعا راح يعطي لون حلو للوصفة. راح برضو اعمله بس بالشوكة زي ما انتو شايفين. وحبة فلفل رومي، سواء عندكم فلفل رومي او فلفل اخضر عادي، انا كان عندي هاي المكونات. وراح احتاج راس توم، راح اقطع هاي القطعة واحطه بصحن او طبق اسمه فخار. هحط عليه شوية ملح، زيت زيتون، ولو في نعناع بيكون كتير كتير اشي حلو. راح احطهم بصينية. راح افرد ورق زبدة، بس انا ما كان عندي ورق زبدة فعادي راح احط شوية زيت عشان بس ما يلزقوا. وراح احط فيها المكونات الثلاث يلي موجودين عندي او الاربعة عفوا، وراح ادخلها الفرن لحد ما يستووا. طبعا من غير ولا نقطة زيت قلي، من غير ما تقلوا البتنجان، من غير اشياء كتير. يعني وصفة كتير صحية وكتير حلوة وكتير سريعة، وهيك كمان شكلها بعد ما خلصتها من الفرن. راح اول شغلة اقشر الشطة، طبعا بتقدروا انكم تقشروها بتقدروا انكم لا. وراح اضربهم كلياتهم بالهاند بلندر زي ما راح تشوفوا هلا بالوصفة. هون هذا عرفت اقشره الصراحة التاني ما عرفت اقشره كتير، فهذا قشرته وراح احطه. وكمان راح اقشر البتنجانة. طبعا كتير كتير سخنين فخلوا بالكم. هون ما قدرت اكمل مسك الصراحة، الطعم كان كتير 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 سخن. بتنجان طلعوا كيف عم بيطلع اصلا نار. قشرتها وراح اقطعه زي ما انتو شايفين، وراح احطه. التوم طبعا كتير سخن، بس طبعا ريحته كتير 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 خطيرة الصراحة. هاي الوصفة بتقدروا انكم تعملوها جنب الدجاج المشوي، جنب اللحمة المشوية، جنب الاكل اسمه متبل او بابا غنوج. رح احط علبة زبادي واحدة يعني، ورح احط طبعا طحينة زي ما انتو شايفين، رشة ملح، بقدونس، ورح اضربهم بالمضرب الهاي او بالهاند بلندر اللي موجود عندك عادي، او بالخلاط. يا سلام على الريحة، والله اشي بشهي. يعني انا اصلا ما كنت بحب المتبل كتير، هاي الطريقة عن جد كتير 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 حلوة. رح احط زيت زيتون وبس هيك والله. رح احطها بنفس الصحن اللي كان فيها التوم. رح احط هيك بس للزينة قطعة بقدونس، وكان عندي عيش توست رح اكله جنبه. طلعوا على هالوصفة ما اسرحها وما احلاها، وكتير كتير كتير طعمها زاكي ومختلف عن لو انتوا عملتوا البتنجان على الغاز. كتير 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 مختلف الصراحة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وشكرا كتير إلكم. وبعتذر كتير على صوتي لأنه تعبان هالفترة شوي. بحبكم كتير، شكرا إلكم.